ولادي طلبة الصف الأول، أهلا بكم في أول حلقة في الفلسفة في 20 دقيقة. هنحاول نقدم لكم حلقتين في الأسبوع، مدة كل واحدة فيها لا تزيد عن 20 دقيقة، شرح للدروس وحل الأسئلة. هنبقى نفرد لها وقت أكبر من كده. أول حلقاتنا هنبتدي مع التفكير الناقد. لما بسمع أي اسم جديد أقولك عرفيني معنى الاسم بتاعك إيه. ما هو تعريف التفكير الناقد؟ التفكير الناقد أنا هبتدي لك مع كل جزئية وهحللها لك بحيث إن احنا نطلع حافظين التعريف بتاع التفكير الناقد وفاهمينه. التفكير الناقد هو قدرة الإنسان على تحليل الآراء والمعلومات. يعني إيه قدرة الإنسان على تحليل الآراء؟ تحليل يعني فهم زائد تفسير. احنا اتعودنا ان احنا ما نفهمش او ما ناخدش اي موضوع على علته دون نقد او تحليل. امسك الموضوع افهمه احلله وافسر سبب النتيجة اللي وصلت لها دي ايه. مثال، لو جه مثلا بنسمع في ناقد فني، الناقد الكروي، يجي ناقد بينقد ماتش بيقولك ان اسباب هزيمة الفريق هي 1 و2 و3. بيقول لي نقاط الضعف بتاعته 1 2 3، نقاط القوة اللي كانت في الفريق 1 و2 و3. لكن نتيجة ان نقاط الضعف كانت اكبر نسبتها من نقاط القوة، ده بوصل منه اليه ان الفريق بتاعي اتهزم. اذا هنا انا حللت وفهمت الموضوع اسباب القوة بتاعته ايه واسباب الضعف بتاعته ايه. من هنا وصلت لتفسير اسباب هزيمة هذا الفريق. يبقى تحليل معناها فهم، حللت الموضوع لحد ما فهمته وجبت تفسيره ليه الموضوع ده حصل. يبقى اول نقطة هو قدرة الانسان على تحليل الاراء والمعلومات. بعد ما باخد الاراء والمعلومات بعمل ايه؟ تنظيمها. انظم الاراء والمعلومات والبيانات اللي انا وصلت لها. لما بنظمها بوصل لنتيجتين، اني انا بوضح ما هو حقيقة وما هو آراء شخصية. حقيقة يعني حقائق موضوعية موجودة على أرض الواقع. آراء شخصية دي انطباعات ذاتية. أجي أقولك إيه؟ فريق النادي الأهلي اتغلب، دي حقيقة نتيجة لأنه ما كانش بيلعب بقوة أو بروح الفريق الواحد، دي قوة. دي حقيقة. ما كانش بيحضر التدريبات، دي حقيقة. وكمان في عوامل تانية، ان سبب هزيمته ان الحكام كانوا ضده والحظ ما كانش معاه. طب لما اسمع الحكام كانوا ضده والحظ ما كانش معاه، دي حقائق ولا آراء شخصية؟ لا، دي كده آراء شخصية. يبقى أنا لما نظمت المعلومات والمعارف اللي أنا وصلت لها قدرت أتبين ما هو حقائق موضوعية وما هي آراء شخصية. يبقى التعريف الناقد قدرة الإنسان على تحليل الآراء، وبعد ما بحلل الآراء وبنظمها بوصل لإيه؟ بيان ما هو حقائق وما هو آراء شخصية. بعدها بعد ما بين ما هو آراء شخصية وما هو حقائق ببتدي أوضح مدى توافق الآراء وتناقضها. يعني إيه إزاي توافق الآراء ويعني إيه تناقضها؟ يعني مثلا يجي يقول لي ايه، الفريق ده كان بيلعب بروح الفريق الواحد، بس جم كانوا بيلعبوا كل واحد لوحده. هل الآراء دي متوافقة ولا متناقضة؟ ازاي بيلعبوا بفريق الروح الواحد وبالمجموع وبعد كده يقول لي كل واحد كان بيلعب لوحده؟ يبقى كده انا وضحت وبينت ما هو مدى توافق الآراء مع بعضها او متناقضة. بعد ما بوصل لمدى توافق الآراء وتناقضها بقدر أوصل لإيه؟ إلى الاستنتاج الصحيح للمعلومة وبقيم هذه المعلومات. يبقى التفكير الناقد هو قدرة الإنسان على تحليل الآراء والمعلومات. تحليل يعني فهم وتفسير.
بعد ما بفهمها وبفسرها بعمل ايه؟ تنظيم للأفكار. ليه بعمل التنظيم؟ لبيان ما هو ايه؟ حقائق، وما هو آراء شخصية. وبعد ما بوصل لما هو حقيقة وما هو آراء شخصية ببتدي أعمل إيه؟ أشوف توافق الآراء أو تناقض الأفكار مع بعضها، أبين الآراء المتوافقة والآراء المتناقضة. بعد ما بعمل كل العملية دي بوصل لإيه؟ للنتيجة الصحيحة. طيب، التفكير الناقد المهم ده، يا ترى إيه هي أهمية التفكير الناقد؟ أول عندي حاجة في أهمية التفكير الناقد هو الانفتاح العقلي واستقلالية الفكر. الإنسان اللي بيفكر تفكير ناقد ده عقله منفتح، ما هوش منغلق على فكرة واحدة، بيسمع كل الآراء ويقيمها ويشوف مدى صحتها ويشوف مدى خطأها ويطلع النتيجة الصحيحة. أما يجي يبحث لي مثلا ظاهرة مثلا زي تسرب الأطفال من التعليم، ما بينحدش الفكرة واحدة ولا بينغلق على فكرة واحدة أو بيسمع رأي واحد، لا، ده بيجمع الآراء والمعلومات من كل المصادر، بيجمع من على النت، بينزل الأماكن العشوائية ويعرف أسباب تسرب الأطفال من التعليم إيه. وبعد ما بيجمع هذه الآراء بيطلع رأيه المستقل فكريا، مفيش حد بينساق وراه ولا في حد بيهيمن عليه أو بيسيطر عليه في إملاء الرأي بتاعه. إذن إن التفكير الناقد هو عكس الهيمنة والسيطرة. ليه؟ لأن الهيمنة والسيطرة في حد بيبقى مسيطر على فكري وهو اللي بيمليني القرارات بتاعتي. لكن في التفكير الناقد أول أهمية ليه إن هو إيه؟ استقلالية الفكر، أي بعيد عن الهيمنة والسيطرة للآخرين. تاني أهمية لأهمية التفكير الناقد إصدار الأحكام الحيادية الموضوعية. بعد ما الإنسان بيجمع المعلومات والبيانات الخاصة بالمشكلة أو بالظاهرة اللي بيبحثها وبيستقل في الوصول للقرار، محدش بيبقى مهيمن عليه ولا مسيطر عليه، بيبتدي يحصل إيه؟ ياخد القرارات بحيادية وموضوعية. يعني إيه حيادية وموضوعية يا ولاد؟ يعني لا ينحاز لأي رأي ولا ينحاز لفكرة ولا ينحاز لموقف. يبقى هو ضد الانحياد والأفكار للآراء والمعلومات، ضد الانحياد. يعني التفكير الناقد ضد إيه؟ التعصب والتطرف. بيصدر القرار بحيادية، لنا منحاز لرأي ولنا منحاز لفكرة ولنا منحاز لجماعة ولنا ضد جماعة. أنا باخد رأيي بموضوعية على حسب الأدلة اللي أنا جمعتها والبيانات والمعلومات اللي أنا جمعتهم، ومن صحة هذه البيانات والمعلومات أنا وصلت لإيه؟ لقرار. أجي أقول ظاهرة تسرب الأطفال نتيجة إيه؟ للجهل، للفقر. الأسر بتبتدي تنزل ولادها يشتغلوا نتيجة لهذه العوامل. واحد يجي يقول لي لا معلش اصل التعليم ده مش مهم، احنا منحازين لفكرة العمل. هل انا اسمع لهذا الانحياز في الرأي والفكر، ولا انا اخد قرار على حسب الادلة والبيانات والمعلومات اللي جمعتها من قلب الواقع؟ لا طبعا، باخد الادلة والبيانات والمعلومات اللي جمعتها من قلب الواقع. لان الانسان اللي بيفكر تفكير ناقد هو لا يتعصب لرأي ولا يتطرف لفكرة معينة. يبقى أهمية التفكير الناقد أول حاجة الانفتاح العقلي واستقلالية الفكر اللي هو ضد الهيمنة والسيطرة. تاني نقطة إصدار الأحكام الحيادية الموضوعية، أي لا ينحاز لرأي ولا ينحاز لفكرة، لأن التفكير الناقد هو ضد التعصب والتطرف. طيب، أنا علشان أقدر أمارس التفكير الناقد يبقى لازم بيكون في إيه؟ في خطوات أنا بقوم بيها. ما هي
خطوات التفكير الناقد. أول خطوة من خطوات التفكير الناقد هي إيه؟ جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالظاهرة اللي أنا ببحثها. يبقى أول حاجة جمع المعلومات والبيانات. ما أنا مش معقول هنقد موضوع أو هقول الآراء الجوانب السلبية والجوانب الإيجابية وأنا معرفش حاجة عنه. هل أنا معقول هنقد لوحة وأنا معرفش الأصول الفنية للوحة؟ هل معقول هنقد ماتش وانا معرفش ايه هي اصول لعبة كرة القدم؟ يبقى لازم اجمع اول حاجة جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالظاهرة. يجي حد كده من الاصدقاء يقول لي على فكرة التدخين غير ضار بالصحة، بالعكس ده التدخين ده بيقلل الصداع، ولو مناخير الواحد مسدودة هو بيسلك المناخير. اذا التدخين مش ضار بالصحه للدرجه اللي انت فاكرينها. طيب هبتدي اول حاجه ايه؟ اجمع المعلومات والبيانات عن التدخين. هشوفه هلاقي ان التدخين بيسبب سرطان اللثه، بيسبب سرطان الرئه، بيسبب سرطان الاسنان، بيسبب سرطان الجهاز الهضمي، الاقيه بيضعف قوه الانسان. طيب ما هي صحة معلومة انه بيقلل الصداع وبيقلل احتقان الجيوب الانفية؟ المعلومة دي خاطئة، لان هو ما بيديلش الاحتقان ولا حاجة، ده بيديل التهابات. يبقى انا هنا في المرحلة دي عملت ايه؟ جمعت المعلومات والبيانات، جمعت الجوانب الايجابية اذا وجدت وجمعت الجوانب السلبية. يبقى اول نقطة هي ايه؟ جمع المعلومات والبيانات. طيب بعد ما بجمع المعلومات والبيانات عن الظاهرة اللي أنا وصلت لها، تاني خطوة بعمل إيه؟ تحليل المعلومات والبيانات بشكل منطقي بعيد عن الذاتية أو التعصب والتطرف. يبقى بحلل البيانات، أبتدي أحلل المعلومات اللي أنا وصلت لها تحليل منطقي. زي إيه؟ احنا قلنا التحليل يعني ايه؟ التحليل يعني فهم وتفسير. بفهم الظاهرة وبطلع الايجابيات والسلبيات بتاعتها. اشوف ظاهرة التدخين، ابتدي اشوف لا الاقيه ده بيسبب سرطان وبيسبب ضعف القوة وبيسبب ادي الجوانب السلبية. ابتدي اشوف في جوانب ايجابية، لا مفيش جوانب ايجابية. ببتدي افسر لانتشار امراض السرطان والامراض المزمنة في فئة المدخنين. يبقى انا كده حللت المعلومات بطريقة منطقية دقيقة بعيد عن التحزب او بعيد عن السيطرة والهيمنة. طيب بعد ما بحلل البيانات والمعلومات اللي انا وصلت لها من الظاهرة اللي انا ببحثها، هبتدي اعمل ايه؟ اصدر قرارات مستنيرة، قرارات صحيحة. بعد ما جمعت المعلومات، نمرة 2 حللت المعلومات تحليل منطقي، ابتدي اصدر القرار الصحيح. بعد ما فهمت الاسباب الايجابية والسلبية للتدخين وفسرت ان ليه التدخين سبب لامراض كتير، ابتدي اصدر القرار ايه؟ ان التدخين فعلا ضار جدا بالصحة، وان الامتناع عن التدخين هو بيفيد الانسان وبيكون قوة للانسان. يبقى انا هنا ايه؟ اصدرت القرار الصحيح. بعد ما بصدر القرار الصحيح، ابتدي في مرحلة بعد كده ايه؟ تقييم ومراجعة النتائج. النتيجة اللي أنا وصلت لها دي، هل نتيجة صحيحة ولا مش صحيحة؟ نتيجة خاطئة ولا مش خاطئة؟ مدى مصداقية وصحة النتيجة ديت اللي أنا وصلت لها. أبتدي أشوف حالات كانت بتدخن وما زالت شرهة في التدخين، والحالات اللي ما بتدخنش دي. أبتدي أشوف أثر التدخين على الحالات المدخنة. هلاقيهم مصابين بأمراض الشعب، التهاب الصدر، أكتر فئة كانت معرضة لحساسية الصدر، أكتر فئة اتعرضت لأمراض الكورونا وكان فيها نسبة وفيات عالية كانت المدخنين. أشوف الفئة غير المدخنة،
الاقي ان الفئه المدخنه دي صحيا اكتر، بتكون بتتمتع بصحه اكتر. الغير مدخنين بيتميزوا بمقاومه، قوه المقاومه والمناعه عندهم اعلى من المدخنين. يبقى انا هنا كده عملت ايه؟ تقييم ومراجعه للنتيجه اذا كانت النتيجه دي صحيحه او غير صحيحه. يبقى اذا خطوات التفكير الناقد: اولا جمع المعلومات والبيانات، تحليل البيانات بطريقه منطقيه، اصدار القرار السليم، تقييم ومراجعه النتائج. وبكده نكون خلصنا شرح التفكير الناقد. اتمنى تكونوا فهمتوا، واي سؤال او اي تعليق اتفضلوا اكتبوه عندي في الكومنتات. كمان يومين وهتلاقي نزل لكم التفكير الابداعي، وبعد كده هنعمل حلقة للأسئلة